بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. مرحبا بكم البنات في وصفة جديدة. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون سنيوة تاع بقلاوة مورقة. أنا درتها بالجوز، جات ما شاء الله. تبعوا معايا الوصفة للآخر. نقولوا بسم الله ونبداو. ديت 3 كيلات تاع الجوز اللي كنت رحيته مليح. انا كنت دخلته دقيقه للفور البنات، ما قليتوش مليح. زدت معاه شويه تاع السكر، درت بالتقريب يعني كيلة غير ربع تاع السكر. درت معاه شويه تاع القرفه، خلطتهم مليح. من بعد راح نبدا نلم بالمزهر. ما تجيبوها ما ديروهاش بزاف، يعني ما تكون بلوله بزاف بالمزهر، وما تكونش ناشفه خلاص، يعني تكون مويه كيما راكم تشوفوا. لهنا كي كملت خلطت ديت لهنا نصف ملعقة تاع زبدة، نصف ملعقة كبيرة تاع زبدة. راح تمد واحد الطراوة لهذا الخليط. حطيته على جنب ورحت نحط لاباط تاعي اللي درت فيها 4 كيلات تاع الفارينة، قرصة تاع الملح وشوية تاع لافاني. ودرت وحطيت معاها كيلة معمرة تاع الزبدة تكون ذايبة، ما تكونش سخونه بزاف وما تكونش بارده، يعني تكون دافيه. راح نبس هاد العجينه مليح. يعني درت 4 كيلات تاع الفارينه مع كيلة تاع زبده. لهنا زدت البيضه وزدت عليها شويه مزهر وبديت نجمع في العجين تاعي. من المستحسن ديروا نوعيه تاع فرينه مليحه، والعجينه تخليوها ترتاح يوم كامل، ولا على الاقل ربع سوايع وهي ترتاح. راح تعطيكم الطوع في الخدمه يعني، وتجيكم مليحه، راح تستحل وحدها. كما راكم تشوفوا البنات لهنا طريقه تاع العجين تاعي كيف قسمتها على 6 المرة الأولى. من بعد درت 3 طبقات تاع التحت وحدهم، والفوق كل طبقة قسمتها على 3. فهمتوا؟ انا كنت قسمت العجينه على 6، 3 تاع الطبقه التحتانيه وتاع الفوق عاودت كل وحده قسمتها على 3، يعني خرجت لي 9 هما، يعني نفس لا كونتيتي، مي انا قسمتها باش نتحصلوا على التوريق. دونك البنات هذه هي السنيوه اللي راح ندير فيها نهار اليوم، اللي تهز لي كيلو تاع المكسرات. القطر تاعها 30 سنتيم، تخرج 24 حبه. شريتها ب 25 الف. راني نقدم لكم في التفاصيل والاسعار باه لاصحاب المشاريع يستفادوا معنا. شوفوا لهنا البنات راح نبدا بالطبقات التحتانية، يعني اللي تجي لتحت. اكيد راح نستعينوا بنشا نفتحوا به العجينه تاعنا، نحاولوا نديروها رقيقه، ما تكونش رقيقه خلاص باه من بعد ما تتكسرش معانا وتتحرق في ساعه، يعني طيب في ساعه. لهنا نفتحوا الطبقه الاولى، الثانيه، الثالثه، نحطوهم فوق بعضاهم، نديروا بيناتهم السمن ولا الزبده. كاين اللي تحب دير البقلاوه تاعها بالسمن، كاين اللي تحب دير بالزبده، كل وحده واش يساعدها. هي من المستحسن ديروا بالسمن، راح يمدلكم واحد الطعمه هايله بزاف البقلاوه. هنا كيما راكم تشوفوا الطبقه الاولى حليتها بيان بالنشا. من بعد راح نديرها في البلاطو. تبعوا معايا الخطوات هذو، راح تنجح معكم بقلاوه من اول مره ان شاء الله، سورتو للمبتدئات. هذه الطريقه راهي سهله بالبزاف. كيما راكم تشوفوا حطيت الطبقه الاولى وندهنها مليح بالسمن ولا بالزبده كيما قلت لكم، خليوها تدهن مليح، يعني ما تبخلوش في الزبده. ديروا كل ما درتوا كل ما راح تجي بنينه وتتورق وتجي مقرمشه. لهنا عندي 2 طبقات اخرين راني وجدتهم، راح نفتحهم حتى هما وندير بيناتهم السمن. كيما راكم تشوفوا البنات راني حاولت نسرع لكم الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف وتملوا. حبيت برك نقول لكل واحد دخل جديده لقناتي في الفيديو هذا، نقول لها ديري اشتراك وفعلي الجرس يلحق كامل جديد، وان شاء الله تستفادي معنا في القناه. والقدم نقول لهم شكرا على التفاعل تاعكم. وان شاء الله يوفقني ربي وندير لكم غير الوصفات الملاح. لهنا جبت البنات الحشو تاعي اللي كان عباره عن الجوز، وقلت لكم كل وحده دير واش يساعدها. راح نحاول نحطه ونريقليه كامل على نفس المستوى. لهنا سطحته مليح، ما تحاولوش تلبزوه هنا تضغطوا عليه بزاف. ودرت شويه تاع الزبده من الفوق باش يلصقوا لي الطبقات الاخرى. كيما قلت لكم البنات لتحت درت 3 طبقات، الفوق ثاني كاين 3 طبقات، واش هو كل طبقه عاودت قسمتها على 3 باش نتحصلوا على الطوريق. وراح نحلهم بالنشا ما بيناتهم. كيما راكم تشوفوا البنات الطريقه راهي واضحه جدا. لهنا راني عاودت حطيت الطبقات نتاعي وراني ندير بيناتهم السمن. حطيت الطبقه الاولى، الثانيه، ونزيدو الثالثه كيما راكم تشوفوا. من بعد راح نحي هذوك الزوائد. الطريقة هذه سهلة وبسيطة، ومتأكدة انه كل وحدة راح تجربها راح تنجح معاها من اول مرة ان شاء الله. فقط تبعي النصائح اللي مديتهم لك في الفيديو.
كيما راكم تشوفوا نضغطوا على الجوانب. يعني كاين اللي تحب ديرها كاري، كاين اللي تحب ديرها معين. بما انه درنا سنيوه مدوره كيما راكم تشوفوا راني نعدت لكم الطريقه اللي راح نخرجوا بها النجمه. راح نقسموا البلاطو تاعنا كيما راكم تشوفوا، تبعوا الطريقه برك. هاد الطريقه راهي سهله البنات وواضحه. قسمت لازم تحددوا المنتصف تاع الدائرة، تقسموها على 4 أرباع. من بعد راح كل ربع تزيدوا تقسموه في النص تماما، لازم تستخدموا المسطرة. راح نخليكم تشوفوا الطريقة بعينيكم البنات، لأنه كي نهضر لكم مش راح تفهموا غير لما تشوفوا الصورة. يعني كيما راكم تشوفوا هذه هي الطريقة. كيما قلت لكم هاد السنيوات دات لي كيلو تاع المكسرات، وخرجت لي 24 حبة زائد يعني الجوانب تاعها. السعر تاع البلاطو هذا ب400 ألف البنات تحسبوه، لأنه الجوز واللوز راهو طلع شوية هذه الأيامات، والسعر يتغير طبعا على حسب السعر تاع المكسرات وعلى حسب السعر تاع العسل وتاع الفرينة الزبدة. ويعني كل وحدة دير البري اللي يساعدها. أنا خرجتني 400 ألف، يعني جاتني سوا سوا مع العسل مع الزبدة. العسل راهي تديلكم كيلو تاع العسل. شوفوا البنات بعد ما طيبتها ما تخليوهاش تتحمر بزاف من الفوق. راح جبت المكسرات اللي راح نزين بيهم. انا راح نستخدم الجوز وكل وحده تستخدم النوع اللي بغاتو. هنا كنت حطيتهم في شويه عسل وشويه جلوكوز باه يعطيني هذاك اللمعان. وعلى الجوانب بغيت ندير لها هذه طلبيه البنات، بغيت ندير لها شويه تاع لافيدور نزينها لها مليح. وفي الاخير زدت لها شويه تاع الفستق ولا البيستاش مرحي، درتو على كامل الجوانب ودرت حتى في وسط الحبات. هذه هي البقلاوه تاعنا في الاخير البنات. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها وتعطيوني الاراء تاعكم. مرحبا بكم كامل في قناتي، راني ندير اللي عليا باش تستفادوا، وان شاء الله نتوما ثاني تعاونوني بالتفاعل تاعكم والبارطاج والتعليقات. راني نستنى فيكم كامل وراني نقراهم، وعلى بالي المتتبعات تاعي واش يبغيو. ان شاء الله في كامل الفيديوهات تاعي راح تستفادوا منهم. سلام.